كل شيء يؤذن بالرحيل: المكالمات الأخيرة، الأمتعة التي رصت بشكل طوابير، وطفلة تلحق بأبيها إلى الوطن البعيد. مناظر لن تنساها الذاكرة، وأنا أصور وجها آخر للإثيوبيين في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام سألت العائشة: إذا جاءت البلاء تأم الصالحة والطالحة. لما جاءت البلاء من عندنا انتقلنا الحمد لله، ورحنا بسلام وأمان إلى بلدنا إن شاء الله. شعبية اللعبة الأولى في العالم كانت حاضرة هنا. آخرون فضلوا الانتظار بجوار براد الشاي، يقولون أنهم يريدون أن يشربوه ساخنا في أديس أبابا. نحن نحب بهذه البلاد الطاهرة، هذه البلاد المقدسة، لكن ما نبقى نسافر من هذه البلاد، لكن هذا نحن نطبق قانون الحكومة. الواجب علينا أن نسمع الأمر. مختار أعد العدة للرحيل، وهو الذي قضى زمنا في السعودية. تحدث عن أبناء جلدته فقال: أكثر جماعة حقنا طيبين، واثنين ثلاثة نفر اللي يغلط يقولون كل اللي يعمل كده ناس إثيوبي، بس نحن ما نغلط، نحن نبغى نسافر إلا اثنين ثلاثة أربعة نفر. إذا واحد يغلط البلاء تعم الناس، لكن نحن ما نبغى البلاء ولا نبغى نظلم أحد ولا ما نبغى يظلمنا أحد. بك رسول ربي اتدي بس ربي ندابه، مولد رسول كينيا ربي نغرسيسه، كعبا بك كنا ربي نغرسيسه. بعض أبناء الجالية الإثيوبية المولودين في مكة كانت لهم جهود واضحة في هذا المكان. نحن بدأنا بالمبادرة هذه استشعارا منا لخدمة هذا الوطن الذي ولدنا وترعرعنا فيه، ونرجو الله عز وجل أن يحفظه من كل الشرور. وكذلك أيضا كوننا في مكة نفرح كثير بهذا الشيء. بدأنا نرتب كل مجموعة من 49 شخص، 49 شخص، بمعنى أن الأتوبيس الواحد أو الباص الواحد يشيلهم مرة واحدة. وكذلك هذه الترتيبات مننا الحمد لله نقوم بتقديم العجائز وكبار السن ونساء الحوامل وكذلك الأطفال. هذه الحمد لله من خدمة شباب مكة اللي هم من الجالية الإثيوبية. نادى بلال للصلاة. تحولت الساحة ذاتها إلى محاريب تضج بالإيمان. في المساء اجتمع هؤلاء تلامس أيديهم السماء، يتحلقون حول شيخ يأمرهم بالتمسك بتعاليم الإسلام في أرض الوطن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وما بين الانتظار والرحيل حاولنا أن نسلط الضوء على الصورة الغائبة للإثيوبيين، على الأقل هذه المرة. لعكاظ اليوم، عبد الرحمن الحاج.